إذا كنت مهتما بنتائج وترتيب البطولة الاحترافية إنوي القسم الأول، فأنت في المكان المناسب. تابع الفيديو إلى النهاية ولا تنسى الصلاة على رسول الله. وسنبدأ بأول مقابلة، وهي مقابلة الفتح الرباطي. الدفاع الحسني الجديدي انتهت ب5-0 بنتيجة عريضة لصالح الفتح الرباطي. وتناوب على التسجيل كل من اللاعب حمزة الهنوري، أيوب ناناح، مروان العز، أمين عزري، وسلام شاومة. المقابلة الثانية جمعت بين فريق شباب السوالم الرياضي اتحاد توارقة، وانتهت بهدفين في كل شبكة. وسجل لشباب السوالم الرياضي كل من خالد أيتروخان، المهدي موهوب. بالنسبة لاتحاد توارقة، أمين زحزوح، سيمون دييديو. أما بالنسبة للترتيب فجاء على الشكل التالي: الجيش الملكي في المركز الأول برصيد 50 نقطة، الوداد الرياضي في المركز الثاني برصيد 49 نقطة، الفتح الرباطي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، أولمبيك آسفي في المركز الرابع برصيد 39 نقطة، الرجاء الرياضي في المركز الخامس برصيد 35 نقطة، شباب الرياضي السوالم في المركز السادس برصيد 33 نقطة، نهضة بركان في المركز السابع برصيد 33 نقطة، اتحاد توارقة في المركز الثامن برصيد 31 نقطة، المغرب الفاسي في المركز التاسع برصيد 29 نقطة، حسنية أكادير في المركز العاشر برصيد 26 نقطة، المغرب التطواني في المركز ال11 برصيد 26 نقطة، شباب المحمدية في المركز ال12 برصيد 24 نقطة، وجاء في المركز ال13 مولودية وجدة برصيد 23 نقطة، المركز 14 الدفاع الحسني الجديد برصيد 22 نقطة، أولمبيك خريبكا المركز 15 ما قبل الأخير برصيد 17 نقطة، واتحاد طنجة المركز الأخير برصيد 17 نقطة. بالنسبة لترتيب هدافين البطولة الوطنية الاحترافية إنوي هو على الشكل التالي: